عاجل ترند جديد في تسريع قضايا اللجوء المقدمة في أمريكا. أنا عارف إن الفيديو ده هيفيد ناس كتير جدا، خاصة اللي بيفكر يقدم على لجوء أو عاوز يعرف آخر أخبار الهجرة في أمريكا. لو بتفكر تقدم على لجوء دلوقتي لازم تعرف إن ميعاد المقابلة بقى بيتحدد أسرع من أي وقت فات. في أقل من 90 يوم هتلاقي جالك ميعاد المقابلة بتاعت اللجوء بتاعتك. الموضوع من بره بيبان إن هو شكله حلو وسريع، لكن الحقيقة إن ده معناه إنك غالبا مش هتلحق تطلع تصريح عمل قبل المقابلة. لو ملف اللجوء بتاعك ضعيف او مش مقنع، في احتمال كبير قوي ان هو يتحول الملف بتاعك كله والقضيه كلها تتحول لمحكمه الترحيل وتتشاف قدام قاضي هجره. ده مش معناه انك ما تقدمش، ده معناه انك لازم تكون عارف ان انت بتعمل ايه بالظبط من اول يوم قبل ما تقدم على طلب اللجوء بتاعك. لو دي اول مره بتشوفني، انا اسمي بنوب امين، محامي مصري وحاصل على ماجستير في القانون الامريكي، وبذاكر حاليا للحصول على رخصه مزاوله مهنه المحاماه هنا في امريكا. انا عندي شركتي الخاصه في اي بي يو اس اميجريشن، اللي من خلالها بساعد محامين الهجره المختلفين في كل الولايات في تجهيز الملفات والقضايا بتاعه العملاء بتوعهم. شغل بيشمل مراجعه الاوراق، ترتيب المستندات، تجهيز النماذج المطلوبه لكل نوع قضيه علشان خاطر نرفع القضايا صح من اول مره ونوفر على بعض وقت ومجهود كتير. هدفي اني اساعد المحامين والموكلين بتوعهم وحضراتكم ان القضايا كلها تتقدم بشكل صح، ونوفر على بعض وقت ومجهود كبير، ونقلل نسب الرفض او التاخير في الملفات اللي انت بتقدمها. ودلوقتي خلينا نرجع لموضوع اللجوء. اهم حاجه قبل ما تقدم هو انك تعرف قوه قصتك بالظبط، وهل هي قصه ممكن تنجح ولا لا. قضيه اللجوء هو مش مجرد ورق انت بتملاه علشان تقعد في البلد بشكل قانوني وخلاص. لازم تكون عندك حكايه قويه مدعومه بادله وشهود لو امكن. ناس كتير جدا للاسف بيقدموا على اللجوء لمجرد ان هم عايزين تصريح عمل وخلاص، او يقعدوا في امريكا بشكل قانوني مده اطول شويه، بس ده هيؤدي الى خطر كبير جدا لاحقا، لان دلوقتي الحكومه الامريكيه بقت بتحدد المقابله بشكل سريع جدا عشان خاطر تفرز القضايا وتبعد القضايا الضعيفه دي من بدري. فلو انت مش جاهز تروح تقابل ضابط الهجره وتحكي له القصه بتاعتك، تكون متحضره كويس، الورق بتاعك والملف بتاعك كله هيتحول للمحكمه. في المحكمه طبعا غالبا هتستنى شهور او سنين، والضغط النفسي اللي هيكون واقع عليك هيكون اعلى بكتير من مجرد ان انت بتنتظر تصريح عمل بس. عشان كده انا دايما بقول حضر نفسك كويس قبل ما تبعت اي ورقه لاي جهه حكوميه هنا في امريكا. حضر كل المستندات اللي تثبت القصه بتاعتك، صور، تقارير طبيه، شهود، اي حاجه تدعم الكلام بتاعك وتثبت مدى صدقه وصحته. ما تستهونش بمقابله اللجوء. ضابط الهجره دلوقتي بيسال اسئله كتير جدا وبيقارن اجابات مع اي حاجه تانية انت كتبتها في الابليكيشن، واي تناقض ولو بسيط، لو غلطه واحده في تاريخ او حتى ارتباك منك في المقابله، ممكن يخليهم يشكوا في مصداقيتك. ولو انت مش عارف تبدا منين، لازم طبعا تستشير محامي او تروح مع مكتب محامي من دلوقتي، او حد متخصص يشرح لك خطوات جمع الادله دي وتجهيز نفسك للمقابله ازاي. وخلي بالك ان كل كلمه بتقولها بتتكتب في محضر رسمي، فلازم تكون صادق وواضح جدا وعارف كل تفاصيل قصتك. صدقني التحضير الجيد بيقلل من التوتر والقلق اللي انت بتكون فيه في المقابله، وبيخليك تجاوب بثقه قدام ضابط الهجره او الاميجريشن اوفيسر. ولو انت متزوج او عندك اطفال، لازم وانت بتقدم الملف بتاع اللجوء بتاعك الخطه بتاعتك تشملهم وتكون واضحه من اول يوم. في النهايه اهم نصيحه، اللجوء مش اداه مؤقته علشان خاطر انك تحصل على تصريح العمل وخلاص. ده قرار مصيري لمستقبلك كله، لازم تفكر فيه بجديه شديده وتحضر نفسك كويس جدا. ولو عندك اي شك لازم تستشير متخصص قبل ما تقدم على الخطوه دي. لو انت شايف ان الكلام اللي انا بقوله لك ده مفيد او عجبك وعايز تعرف اكتر عن تجهيز القضايا، اتواصل معايا دلوقتي على الرقم بتاعي اللي موجود في البايو، واحنا نحدد مع بعض مكالمة مدتها ساعة نتكلم فيها في كل التفاصيل. احنا النهاردة اتكلمنا عن اخطر نقطة في اللجوء دلوقتي، وهي انك لازم تكون جاهز، لان المقابلة هتتحدث بسرعة جدا ليك. وتاني، لو عندك اي سؤال عن الموضوع ده اكتبه في التعليقات وانا هجاوب عليه، او اعمل لك فيديو مخصوص وابعته لك بشكل شخصي. وافتكر دايما ان الهدف انك تمشي خطواتك صح من اول مرة علشان خاطر تحافظ على مستقبلك ومستقبل عيلتك هنا في امريكا. لو انت مش مشترك في القناة، اشترك دلوقتي وفعل الجرس واعمل فولو وكل الحاجات الحلوة دي عشان خاطر الفيديو يوصل لعدد اكبر من الناس وتبقى فاهمة ايه اللي بيحصل دلوقتي في قضايا اللجوء في امريكا. شكرا خالص، اشوفك الفيديو الجاي.